يا الجدعان، القصة بدأت بمشهد مشبوه 100%. البطل مثبت جوزيل على السرير بنظرة كلها شر وإغراء، وعمال يهمس باسمها بصوت يدوب الحجر. مش بس كده، ده هدفا وشه في حضنها، وبمنتهى الجرأة بدأ يلعب بلسانه في حمالات فستانها وقالها: أنا مبسوط إنك جيت لي أنت الأول. لحظة يا جماعة، جوزيل مش سهلة. رغم الرومانسية دي كلها راحت زقاه زقة تمام وصرخت في وشه باسمه: تيت بالون. المفاجأة إن تيت منزعش خالص، بالعكس ده كان هيموت فيها. بس هي سألته سؤال يقلب المواجع: هو أنت فعلا أمرت بإعدام بنت الماركيز؟ بدل ما ينكر راح راكي على ركبه ومسك إيديها كأنها كنز وباسها بحنية وقال لها: أيوه عملت كده، هو أنا كده غلطت في حاجة؟ جوزيل اتصدمت. إيه هالبرود ده؟ بس الصدمة الأكبر لما قال لها بكل بساطة: أنا بطلب إيدك للجواز. البنت عقلها وقف، مش مستوعبة اللي بيحصل. بس هو كان واقع في حبها لشوشته، وعينيه كلها نظرات عشق مكتوم. قالها: بحبك يا جوزيل، وهي مش عارفة ترد تقول إيه. لسه هتنطق اسمه راح كاتم نفسها بحركة جنين. بدأ يبوس صوابعها الطويلة واحد واحد، ولمس صباعها بلسانه وقالها بكل إخلاص: بحبك يا جوزيل. يا ويلي على الرومانسية. وفجأة راح زاققها على السرير تاني. جوزي تحت ومش عارفة تقاوم، سرحت في عينيه السودة اللي تخطف القلب. همس في ودنها: مش عاوز عينك تشوف غيري. قلبها بدأ يدق زي الطبول، ومش فهمت ليه كل ده بيحصل معاه بالذات. تيت بالون ضمها ليه بقوة كأنه عاوز يدوبها في جسمه، وأمرها بنبرة حادة: بصي في عيني يا جوزيل. جوزيل كانت هتجن، وفجأة المشهد اتغير تماما. لقينا نفسنا في مستشفى، دم في كل حتة، ودكاترة بيصرخوا: حالة طوارئ سريعة، بنت مطعونة وبتنزف، وأمها منهارة وبتعيط بحرقتي وبتترجى الدكتور: أبوس إيدك انقذ بنتي. للأسف البنت نطقت آخر كلماتها: آسفة يا ماماتي، لازم أمشي. الأم صرخت صرخة تقطع القلب: لا يا بنتي متغمضيش عيني. جوزيل صحيت مخضوضة، العرق مغرقها. الحلم كان حقيقي لدرجة إنها مش قادرة تصدق إنها لسه هي عايشة. قعدت تنهج وحطت إيدها على قلبها تهدي نفسها. الكابوس ده كان رعب حقيقي. أختها جايل لاحظت إن وشها مخطوف، سألتها بقلق: يا حبيبتي مالك؟ حاسة بتعب في حتة؟ حتى الأب والأم كانوا مرعوبين عليها. الأب ميلان هان زعق للسواق: وقف العربية حالا. جوزيل حاولت تبين إنها تمام وقالت: أنا كويسة، بس مستغربة إني رجعت العاصمة بعد 14 سنة. أختها ضحكت وقالت: شكلك متوترة يا سيس. والأب ضحك وقال: مهما كبرتي هتفضلي بنتنا الصغيرة. الضحك ملأ المكان لحد ما وصلوا للقصر الكبير. الأب بلغهم: وصلنا يا حبايب قلبي. جوزيل نزلت والعبرة في عينها، المكان متغيرش من زمان، وقعدت تفتكر حكايتها الغريبة. الحقيقة إن جوزيل دي روح تانية دخلت في الجسم. ده من 20 سنة، يعني إيسيكاي يا جماعة. بعدما ماتت في حياتها الأولى على إيد حرامي، صحيت لقت نفسها هنا فرصة عمر. بس هي ما بتفهمش في الروايات. طول السنين دي وهي فكرت إنها في حلم طويل. عيلتها هان من أكبر العائلات في الإمبراطورية. أختها جايل كانت طايرة من الفرح وبتقول: ماما، هو ده بيتنا فعلا، ده كبير قوي. الأم ضحكت وقالت: طبعا يا روحي، دي أول مرة تشوفي فيها القصر بعدما كنا في النفي. جوزيل بصت ليهم بحزن وقالت: أنا آسفة، بسببي أنتوا تنفيتوا طول السنين دي. العيلة كلها هجمت عليها بالحضن. الأم قالت: بطلي هبل، إحنا ما بنزعلش منك أبدا. الحب خلا جوزيل
طايرة من السعادة. وأخيرا قدرت تتأقلم مع حياتها الجديدة. زقت والديها بهزار ناحية القص. الأب ضحك وقال: يا ساتر، بقت باردة أوي. هي كانت بتبص ليهم بنظرة امتنان. إزاي ممكن أكره ناس بيحبوني كده؟ بس فيه حاجة جواها قلقانة. هي عارفة إن المكان ده مش مكانها. قررت تجمع شجاعتها وتنادي على أهلها بقوة. الأهل بصوا ليها باهتمام، وهي بكل هدوء قالت: يا بابا، أنا عاوزة أنقل لمركز أبحاث سيليوم. المركز ده أهم مؤسسة للسحر في العالم، وفيه أكاديمية للنبلاء وبس. العالم ده فيه جن وآلهة، وعشان تفهم كل ده لازم تدرس سحر بتعمق، وده كان هدفها. المفاجأة إنها اتقبلت بسرعة البرق. ما كنتش متخيلة إن النتيجة هتيجي بالسهولة دي. افتكرت لما راحت تقدم. الموظف أول ما شافها اتخض وقال: أنت الآنسة هان، صح؟ الختم الأحمر على الورقة كان بينور. حست إنهم كانوا مستنييها هي بالذات. أخيرا هتبدأ تدرس سحر، والحماس واكلها. بس يا ترى إيه اللي هيحصل في أول يوم؟ يا ساتر يا رب! جيزيل بدأت تقع في المشاكل من أولها. بنت شقراء مناخيرها في السماء شافت جيزيل وقعدت تتريق. يا ليل، مش دي ست الحسن جيزيل هان؟ والشلة اللي وراها قعدوا يهزوا في دماغهم زي الأتباع. الكلام السم عن عيلة جيزيل ملى المكان، وكله بدأ يتوشوش إن عيلتها فقدت هيبتها من زمان. جيزيل ولا لا همها، باردة زي التلج. بس فجأة سمعت حد بيوشوش صاحبه: اسكت خالص، الإمبراطور لو سمعنا هنروح في داهية. جيزيل اتنفض أول ما سمعت كلمة ولي العهد. افتكرت العيل الصغير اللي كان بيعيط الزمان. معقول أنا من مدهبقة إمبراطور؟ ضحكت من غير ما تحس، وبعدين قالت: خلاص ده ماضي. بس البنت الشقراء اتجننت لما لقت جيزيل سرحانة وصرخت فيها بغل: انتي بتطنشيني يا بات؟ بقولك انتي بنت عيلة هان ولا لا؟ جيزيل ساكتة وبتبصي لها بقرف. هدي بنت الماركيز. والشقراء عمالة تزعق وتأمرها ترد، وكأنها خدامة عند أهلها. عيلة جيزيل اتنفت، وعيلة البت دي ركبت الموجة وخدت مكانهم. بس جيزيل جبل ما بتهزش من شوية العيال دي. قالت في سرها بلا سلطة بلا قرف: أنا مش هطأ راسي لحد. وراحت ضاحكة ضحكة استفزاز خلت البت الشقراء تولع نار. البت الشقراء خلاصها تفرقع. بتضحكي على إيه يا جزمة؟ جيزيل بكل برود بصت لها وقالت: هو انتي فعلا بنت ناس متربية؟ ايه مفيش أصول؟ بتنادي عليا باسمي كده خبط لزق. أهلك ما علموكيش إزاي تتكلمي مع أسيادك. قصف جبهة عالمي. ليلي كانت هتجنن. أنا ليلي سوين، مش بس هانم، ده أنا المرشحة عشان أكون الإمبراطورة يا روح أمي. وهبة جعجعة كده. كان في حد هبته ترعب جاي من بعيد. الكل ركع، بس جيزيل كانت في عالم تاني خالص. جيزيل شاورت بإيدها: اعملي اللي تعمليه، آخرك كلام. ليلي صرخت بصوتها كله: انتي بتتكلمي معايا أنا كده يا جبارة؟ ده أنا والإمبراطور سمن على عسل من يوم ما كان ولي عهد. ولسه هتكمل سمعت ضحكة خلت دمها يحرب وقلبها يقع. الإمبراطور بنفسه كان واقف ورا جيزيل. البت ليلي اتسمرت في مكانها من الرعب، وجيزيل مش فاهمة في إيه. ليه وشها بقى أصفر زي الكركم؟ الإمبراطور كان شايط وقال بصوت زي الرعد: أنا مش رجعت عيلة هان لمكانتهم. مين ده اللي بيستقوي على أمري؟ الناس كلها وطت راسها في الأرض وهما بيترعشوا: أهلا يا جلالة الملك، خدوا البت دي من قدامي. وقطعوا رقبتها. جيزيل وقفت مصدومة. هو في إيه يا جماعة؟ الإمبراطور شرير قوي كده. جيزيل بتبص للراجل اللي قدامها ومستغربة. ده تيس اللي يعرفه؟ لا مستحيل. ده مين الراجل المرعب ده؟
افتكرت كتاب كانت قريته زمان عن العوالم الموازية، وإن في ناس ممكن تتنقل من عالم لعالم تاني وهي عندها 6 سنين. قعدت تدور في الكتب وهي تضايقة. فين المعلومات اللي تفيدني في العك ده؟ رمت الكتاب وقالت بزهق: ما تقولوا لي إذا أهج من العالم ده بدل الرغي الفاضي ده؟ أنا تعبت. وفجأة ولي العهد الصغير النمنم جه بيجري وراها وهو بينهج: جيزيل يا جيزيل استني ما تمشيش. كان شعره ذهبي وقمر خالص. وحشتيني أوي يا جيزيل. بس هي كانت بتقابله ببرود غريب ولا كأنه موجود. بتقول له: أهلا يا سم الأمير، كأنه واحد غريب. هو زعل وقالها: يا بنتي ما فيش حد هنا، ناديلي باسمي بقى. وشه بقى طماطم وطلع ورده: تتجوزيني النهاردة عشان نفضل مع بعض طول العمر. يا عيني على الرومانسية. جيزيل نفخت بزهق: يا تيس اسمعني كويس، انت مش ذوقي خالص، الله بطل تلزيق بقى. سألها: طب ايه هو ذوقك؟ جيزيل سكتت وهي بتبص للراجل اللي قدامها دلوقتي، شعر أسود وعيون سودة. دماغها لفت. أنا عارفة إن تيس هو اللي بقى الملك، بس ده شكله متغير 180 درجة. تيس ده كان عيل فرفور وعمال يعيط طول النهار ويجي ورايا. إيه اللي حصل له وخلاه جامد كده؟ بقالنا 14 سنة ما نعرفش حاجة عن بعض. فرحت لما عرفت إنه بقى ملك، بس اللي قدامي ده غريب. مين الراجل اللي قلبه حجر ده؟ فجأة المدير جه وهو بيترعش عشان يلحق المصيبة قبل ما تكبر. المدير رمى نفسه تحت رجل الإمبراطور: يا بيه دي لسه عيلة وغلطت، سامحها والنبي، المسامح كريم. ليلي قعدت تصوت والمدير بيحاول يهديه: دي بنت الماركيز سوني يا جلالة الملك، عشان خاطر أهلها بس. الإمبراطور رد ببرود: أنا رجعت حق عيلة هان المظلومة ومش هسمح لحد يلمسهم ولا يقلل منهم. ليلي هتموت من القهر وتعيط وهو بيبص لها من فوق لتحت: انتي فكرة نفسك مين يابة انتي؟ حتة سوني. جيزيل بؤها تفتح من الصدمة: هو معقول البني آدم يتغير كده في 14 سنة؟ ده بقى وحش، مستحيل يكونه. تيسو شعره ذهبي وعيونه زرقاء، ده رمز العيلة المالكة. إيه اللي جاب السواد ده والناس كلها عادي ولا كأن في حاجة غلط؟ يا لهوي أنا خايفة أوي من اللي بيحصل ده. جمعت شجاعتها وقالت بصوت ناعم: يا جلالة الملك، معلش سامح البنت دي المرة دي عشان خاطري، لو سامحتها الكل هيحترمك أكتر وهيشوفوا قد إيه أنت عظيمة وكبير. وفضلت موطية راسها بكل أدب. الإمبراطور وقف مصدوم لحظة مش عارف يقول إيه، وجيزيل لسه موطية راسها بتقول في سرها: يا ترى رهاني صح؟ لو طلع هو الولد العياط هيسمع كلامي ولا نسي خالص بعد 14 سنة. وبعدين قالت: أنا جيزيل من عائلة هان. فجأة حط إيده على كتفها وقال ببرود: كريمة أو إياكم نورا. وبص في عينها بنظرة كلها حنية مخلوطة بتريقة: بتطلبي السماح لأهل عيلتك، مش شيء يحرك المشاعر. جيزيل اتصدمت، الدمعة في عينه كشفته: هو تيس فعلا. جيزيل اتأكدت وتيس رغم بروده. أمر الحرس محدش يقتل ليلي سا، ارموها بس في سجن القصر. وكمل بعد مصير ليلي اتحدد: عايزة ألف في الأكاديمية، تمشي معايا. ومد إيده ليها بمنتهى الشياكة. مسكت إيده وهي قلقانة، معقول شكله تغير كده ازاي؟ وبدأوا الجولة وهي بتحاول تستوعب. جيزيل تشرح كل حتة بإخلاص والإمبراطور ماشي وراها ساكت خالص. سكوته ده كان هيجننها. وصلوا لطريق الغابة ولسه منطقش بكلمة. جيزيل توترت، لو سحر مش حاسة بأي طاقة. عملت حركتها المعروفة وقعدت تقرض في ضوافرها من القلق. مش لاقية
أي تفسير للي شايفه. فجأة نده اسمها بنبرة مهزهوزة كأنه منطقوش من زمان، وفجأة شدها لحضنه بكل قوته. جيزيل ندهها بلهفة ودفن راسه في كتفها. جيزيل تنحت من صدمتها وهي حاسة بيه بيترعش. قال بنبرة كلها كسرة: أنا آسف، أنا غلطت. وفضل حاضنها من ظهرها بكل ضعف وألم. زعلانة لأني تأخرت؟ طيب ليه بتقولي يا مولاي وبتعملي رسمية؟ سامحيني بالله عليكي. ودموعه غرقت كتفها. جيزيل حست بوجعه، رفعت وشه إلي غرقه الدموع وندهته بقلب مكسور. تيس مسك إيدها إلي تمسح دموعه وقال: كنت مرعوب تكوني نسيتيني. وجيزيل قلبها تقطع عليه، كان نفسها تسأله عن كل كبيرة وصغيرة. ليه أهلي اتنفوا وليه ما بعدش ولا جواب طول 14 سنة. انظره وهو بيعيط كده خلى قلبها يحن زي زمان، بس مش قادرة تفهم ازاي وشه يتغير كده. ما قدرتش تكتم سؤالها: تيس، لون شعرك وعينيك ايه اللي حصل لك يا ترى؟ باس ايدها بكل رقة وقال: ايه يا جيزيل، مش عاجبك؟ جيزيل ردت: مش قصة ذوق، بس ازاي؟ صدمها برده: ما هو ده فتى أحلامك اللي قلتي عليه؟ هي تنحت من الذهول. نعم، افتكرت لما قالت له إن فتى أحلامها شعره وعينه سود، ودلوقتي هو بيدلع عليها بنظرة تقطع القلب. لسه بدت تحاول تفهم، راح شاددها ليهي تاني ونداه اسمها بصوت كله شوق: جيزيل بتاعتي، أنا بقيت ملكة دلوقتي، محدش هيبعدنا ومحدش هيقدر يهينك تاني أبدا طول ما أنا موجود. عض طرف ودنها بمكر وقال لحاجة ملكي: حي ملكك انتي. جيزيل خافت من حب التملك ده، حسيت إنها وقعت في فخ متخطط له وهو بيهمس ليها: بحبك وهي نفضل سوا للأبد يا جيزيل. بدأت تفتكر ماضيهم. جيزيل كانت طفلة غريبة ما بتعيطش أبدا من يوم ما اتولد، أما تيس فكان ملك العياط، دايما حاسس بوجع وبيصرخ. اتنين كل واحد أغرب من التاني. الملكة لما لاقى ابنه وحيد جمعهم سوا، وأول ما تيس شاف جيزيل هدي وقال: الوجع اختفى. ومن يومها وهو مش بيسيبها. جيزيل كانت بتزهق من لفه وراها، بس عمرها ما كرهته. افتكرت لما كانت بتيأس وهي بتدور في الكتب على أي طريقة ترجعها لعالمها، كانت هتتجنن. وفي أوج لحظات يأسها وضياعها ظهر نور دفى قلبها المطفي. صوت تساوي هو بيندها وجايب ورد. فتح شباك أوضتها الظلمة ونور حياتها من تاني. بيبتسم ابتسامته الإلي تخطف القلب ويقول: وحشتيني جدا، في جيت أشوفك. ويسألها بخوف: انتي تعبانة؟ حنيته كانت الدواء لجروحها. تبتسم تقوله: يا مجنون، ادخل من الباب مش من الشباك. تيس يرد بزعل طفولي: لو وافقتي تتجوزيني حالا ما كنتش هفطر أنطى من الشبابيك كده. جيزيل تتهرب: الجواز بعد 20 يا تيس. دلوقتي بتسأل نفسها: معقول كل ده كان حقيقة؟ كنت فكراه كلام عيال. معقول يغير نفسه كله عشان كلمة قلتها؟ مش قادرة أصدق. وهي سرحانة حط صباعه على شفايفها وقرب من وشها وقال بغيرة: بتفكري في مين وأنا قدامك؟ قرب أكتر كأنه هيبوسها. جيزيل اتشلت مكانها لحد ما حست بنفسه على وشها. زقت وزقته بعيد عنها: تيس، اثبت مكانك، مش خايفة منه كملك، هي بس جابت آخرها. تيفالون، لو زودتها تاني مش هعديها لك. تيس بصلها ببرود وكأن مفيش حاجة حصل. يا جماعة، تيسو لسه بيقمحلس وبيقول لجيسيل: لسه راسك ناشفة زي ما انتي. بس هي طنشت وسألته بكل جرأة: بيقول لك إيه؟ أنت فعلا غيرت شكلك عشاني؟ وفجأة تيس رجع نظرة الحنان وقال لها: أيوه طبعا، كله يهون عشانك. وقال لها:
إنه حتى غير لبس الإمبراطور للأسود لأنها قالت إنها بتحب اللون ده. وبدأ يقرب منها بطريقة تخوف ويسألها: إيه رأيك؟ مبسوطة كده؟ جيسل كانت هتموت من الرعب ومش عارفة ترد تقول إيه، وعرقها بيصب من القلق. كانت بتقول لنفسها: أنا مش فاهمة الأمور اتعقدت كده ليه. بس تيس كمل بمنتهى الثقة: لو عاوزة أنا ممكن أقلب كل كرات القصر كمان. قبل ما يكمل كلامه جيسيل قاطعته بسرعة: طيب قل لي، أنت غيرت شكلك إزاي أصلا؟ وأول ما سألت السؤال ده تيس سكت فجأة وبقى يبصلها بمنتهى الهدوء. جيسيل ما قدرتش تصبر وزقته في الكلام: رد علي يا تيس. الولد ضحك ضحكة كده فيها خبث وبدأ يطرق عليها ويستفز مشاعرها، وقال لها بمنتهى البرود: أنت فضولية أوي، لو تجوزتيني هبقى أقول لك. جيسل اتصدمت وتنحت مكانها. الولد ده فعلا بيلعب بمشاعرها جامد. إحساسها قال لها إنه بيهرب من المواضيع المهمة بالدلع ده. وبدأت تربط الأحداث في دماغها وشكت إن في أهلها لمنطقة بازينيلي علاقة بموضوع تغيير شكله. من غير نقاش لفت وقالت له: خلاص مش عاوزة أعرف، أنا ماشية. وسابته مصدوم ومشيت بكل قوة وكبرياء. تيس جري وراها زي البيبي وبيتمحلس: طيب ممكن أجي معاكي؟ أنا كنت بروح هناك زمان. وقالها إن معاه هدية ليها عشان يثبتها. بس جيسل ردت بقلب ميت: لا مش عاوزة هدايا. ورغم إنها كانت بتجري، بس طبعا تيسي بطوله الفارع سبقها بخطوتين ووقف قدامها. وفجأة طلع كرت وحطه قدام عينها. ده كرت دخول مكتبة القصر الملكي. تيس كان عارفة نقطة ضعفها الوحيدة وهي الكتب والعلم. قالها إنه كبر المكتبة وخلى فيها كتب سحر أكثر من أي مكان، وممكن تقرأ كل حاجة ما عدا الكتب الممنوعة. بيجريها يا بنات. وبمنتهى الجرأة مسك خصلة من شعرها وبدأ يلعب فيها ويقول بنبرة كلها غرور: مش أنتي بتحبي القراءة برضه؟ وباس شعرها بكل رقة. الحركة دي نرفزت جيسيل جدا وكانت لسه هتهزقه، بس اتخضت لما شافت السحر اللي طالع من جسمه. تيس فتح بوابة سحرية وقالها بضحكة حنينة: هستناكي في القصر، بس تعالي بسرعة لأن صبري بيخلص. إنه بيحذرها باللطف. وفجأة اختفى وسابها مذهولة. جيسيل كانت بتسأل نفسها: ده انتقال لحظي، هو بقى بيستخدم سحر عالي كده؟ وقفت مكانها مصدومة وماسكة الكرت ومش مصدقة إلا اللي بيحصل. وعدى اليوم ده بكل غرابته. وجه تاني يوم في بيت جيسيل كان فيه تدريب عنيف بالسيوف بين جيسيل وصاحب طفولتها إيبوناس. صوت الخبط كان مالي المكان من كتر الحماس. إيبوناس تعب وصرخ: استني يا جيسيل، خلينا نرتاح شوية. كان بيجري وبيحاول يثبتها بكلام حلو إنها قوية النهاردة. جيسيل رجعت سيفها وقالت له بطريقة: لسه ضعيف زي ما انت يا إيبو. هو مزعلش، بس قعد يشتكي ليها من قوتها المرعبة. وقالها: أنت الوحيدة اللي تقدر تقول على فارس ملكي إنه ضعيف. جيسل شربت مية وهي بتسمع تمثيله ودلعه عليها. إيبو قال إن دم الجن الذي فيها مخليها جبارة، وإنها من ساعة ما رجعت العاصمة وهي داخلة شمال في الكل. جيسيل قربت منهم بخبث وقالت له: يعني أنت كنت مشغول وما قدرتش تبعت لي جوابات؟ إيبو تكسف ووشه أحمر، بس حاول يبان طبيعي. بدأ يدافع عن نفسه بتمثيل: أنا كنت بكتب كل يوم وإلا. بس جيسيل ما كانتش مهتمة أصلا. كان السؤال فيه نوع من القصد. وفجأة سألته بجدية: إيبو، أنت ما شفتش تغيير في تيس؟ جيسيل كانت قلقانة جدا ومحتارة في أمر الإمبراطور. إيبو فكر شوية وقال: لا، هو مش بيمشي غير معاكي أصلا، بس في نظري لسه زي ما هو من أيام ما كان
ولي عهد. جيسيل صدمت، لأن كل اللي سألتهم قالوا نفس الكلام. محدش شايف تغيير في شكل تيس غيرها هي بس. إيبو كمل كلامه بخوف، بس الصراحة هو بقى يخوف. جيسيل استغربت وسألته ليه، فحكى ليها عن المجازر اللي حصلت أول ما مسك الحكم، وحذرها تبعد عنه خالص. جيسيل سرحت وقالت لنفسها فعلا أنا حاسة إن الموضوع فيه خطر، بس مش هقدر أقاوم. قررت تروح المكتبة الملكية مهما حصل عشان تعرف سر السحر ده. وما كنتش عارفة إن تيس مراقب كل حركة بيها. تيس كان بيبص لها من بعيد بنظرة تملك مرعبة وبيقول أخيرا جيتي، أنا مستنيكي من زمان يا جيسيل بتاعتي. أول ما دخلت سمعت شلة نسوان بيقطعوا في فروتها وبيتكلموا عن بنت الماركيزة سي. جيسيل كانت حتتشل من الكلام. واحدة منهم قالت سمعت إن الإمبراطور رجع عيلة الدوق للعاصمة عشان بنته، وبدأوا يقولوا إنها ممكن تبقى الإمبراطورة الجديدة. جيسيل عدت من جنبهم وهي مغلولة، والإشاعات خلتها مخنوقة لأن كل كلامهم عنها وهي واقفة مكانها. قعدت تفكر في الصراع بين الدوق والماركيز، وإزاي إن عائلتها اتظلمت بسبب قوتها وعلاقتها بتيس. افتكرت صورة العيلة الملكية وإزاي الإمبراطور القديم كان ناوي يجوز تيس لبنت الماركيز عشان يكسر شوكتها، بس تيس رفض ويفضل يجري ورا جيسيل. وده خلى أهلها يتنفوا 14 سنة بعيدة عن العاصمة. جيسيل حست بذنب كبير وقالت لنفسها أهلي تعبوا كتير بسببي، كفاية لحد كده. وافتكرت لحظة المقابلة المرعبة مع الإمبراطور لما استدعاها للقصر، ورغم إنه رحب بيها بذوق، بس هي حست إن حالته فيها حاجة غلط ومريبة جدا. الإمبراطور بص لها بنظرة سوداء وقال عاوز أسألك سؤال واحد وتردي بصراحة. قام وهو بيطوح من الصدمة وزعق فيها بحقد أنت فعلا بتحبي اللون الأسود؟ هل فارس أحلامك لازم يكون شعره وعينه سود؟ جيسيل ردت بكل أدب، بس الإمبراطور عينوه طقت شرار وتغاظ جدا. ضحك ضحكة مجنونة تخوف. أمها خبتها وهو صرخ بغل حتى الكاهن تخلى عنه. العيل ده ما ينطقش غير اسم بنتكم. الأم تحدته بكل شجاعة وحمد جيسيل تكلم صح، بنتي نقية ودمها ملكي مش نجاسة زي ما بتقول أبدا. إلا لي حصل ابنك ده قدره. الأم حمت بنتها والإمبراطور وقف مصدوم ومغلول. بعد تفكير الإمبراطور نفى الولد لبازين الأبد. أهلها اعترضوا بقوة وصرخوا مستحيل نسيبها لوحدها، اطردنا كلنا. الإمبراطور وافق فجأة ومشي وما بصش وراه برحمتي لعيلة هان. جيسيل فضلت فكرة الظلم ده لحد النهاردة. رجعت المكتبة وهي مش مصدقة، كانت فكرة إنها مش هتيجي المكان ده تاني. دخلت وهي مقبوضة وما كانتش عارفة إن في حد مراقبها من بعيد بدقة. تيست كان مستخبي مراقب كل حركة بتعملها جيسيل بنظرات كلها غموض. أول ما دخلت اتبهرت بالكتب وصرخت واو، المكتبة بقت أكبر وأفخم بياما. مين المكتبة؟ زعق. مين ده؟ ممنوع دخول أي حد مش ملكي للمكان ده. لما عرفها اتصدم. جيسيل هي سكته بهدوء. ششش راحت عليك يا عم. قالت له 14 سنة ودقنك زي ما هي. رد جللته قالي إنك جاية. اتخضت تيست قصدي جللته هو اللي قال. الراجل أكد لها منساش حاجة، مرني أجهز كل كتبك اللي بتحبيها. جيسيل اتصدمت وقالت في سرها يعني فعلا ما نسينيش. أمين المكتبة وفرح بيها ودلها على كل مكان مهما كان. خدت كتب وقعدت تقرأ، بس كلامه خلى دماغها تودي ويجيب ومتوترة جدا، مش عارفة تركز. شكل تيست وفكرية
إنه ما نساش حاجة، بس ساب أهلها منفيين. زعلانة ليه ساب أهلها سنة في بازين وهو ملك، فضلت تصبر نفسها بالعافية. بازين كانت صعبة بس تعلمت فيها قتال، بس أهلين ما يستاهلوش التبهدل ده. ما لقيتش سحر يرجعني عالمي، مش هسامحه سهل على اللي عمله فينا أبدا. فجأة تيست قعد جنبها وقلبي رقة. أهلا يا جيسيل، نورت المكان كله. البنت اتشلت مش عارفة تنطق من الصدمة ونرفزة. أنت جيت إزاي هنا؟ تيست عامل نفسه عيل بريء وبيبص لها ببراءة مستفزة. هي إيه؟ فيه إيه تاني؟ دخلت من غير ما أسجل. عرفت إزاي ليه دايما لازق فيا كده يا بني آدم؟ ضحك وقال عشان بحب جيسيل. هي زقت الكرسي وقالت بكل جفاء وقر. فيه محدش بيتكلم عن شكلك ألا اللي تغير، وحطت إيدها على كتفه بدون ما تحس. تيست ارتبك بس مسك إيدها. أنت مهتمة بيا؟ أنا مبسوط قوي بيكي. الموضوع زاد بس إيدها ولحس صباعها بطريقة تكسيك تجنن، مسكرة قوي، وشها بقى طماطم. مسكته من هدومه بعنف وصرخ. بس بقى اتلم ما يبني. رميته على الترابيزة وثبته. تيست تتصدم من قوتها وما عرفش ينطق حرف واحد. قربت وهددته مش هسيبك تاني، بس فجأة سرحت في جماله اللي خطف العقل. نظراتهم اتقابلت والزمن وقف. كيمياء وتوتر محدش فيهم قادر يبعد عن التاني. تيست ضحك وكسر الهدوء. يا بنت اللعيبة، أنت قوية فعلا يا جيسيل. حذرته وبدأت تقوم، بس المصيبة إنها ما عرفتش تتحرك أبدا من مكانها. تيست شدها لحضنه وخلاها تنام فوقه. أنا شايف إن القعدة كده لذيذة أكتر. بص لها ببراءة مستفزة وبيبتسم. جيسيل كانت هتتفجر من كتر الغيظ والقرف. جابت آخرها من قلة أدبه وصرخت فيه. أنا قلت لك كفاية لحد كده خالص. المكتبة اتحولت ساحة معركة والكتب طارت، وتيست بطوله اترمى على الأرض بعيد. قعد يتململ ويمثل التعب عشان يصعب نفسه عليها، بس هي ما همهاش فيه. عملت فيها التقيلة وزقته بدون رحمة. هو بيتمسكنه وهي بمنتهى البرود قالت له احمد ربنا إني ما ضربتكش بجد يا جبروتك يا شيخة. وبكل خبث سألها سمعت إنك لقيت مدرب سيف جامد في بازين؟ ومن غير ما يستنى ردها انبهر بقوتها اللي زادت عن زمان. جيسيل اتضايقت لما عرفت إنه متابع أخبارها. بصت للوادي القمر اللي قدامها بقلق. حين صاحب طفولتها الضعيف اللي كان بيعيط. شكله مش بس اللي يتغير، فيه حاجة غريبة جيسيل مش فهماها. رغم إنها قلقانة بس مش قادرة تشيل عينها من عليه. الكيمياء بينهم ولعت. سرحت في جماله لدرجة إنها مش قادرة تقاوم. ولما فاقت لنفسها لفت وشها بسرعة من كتر الإحراج. يا خراشي على الكسوف، سألت نفسها هو أنا مخطوفة كده عشان شكله ذوقي؟ تيست لما شاف خدودها حمراء فطس من الضحك وقال لها بتموتي في اللون الأسود صح؟ وشه احمر وقال أنا مبسوط إني شدية انتباهك حتى لو الثمن غالي. جيسيل قلقت أول ما سمعت كلمة ثمن. فيه إن في الموضوع قدت أعصابها وزنقته في الكلام. إزاي غيرت لون عينك وشعرك؟ وليه محدش يلاحظ؟ ما تهربش إني ورد حالا. كانت بتكلمه بمنتهى الحزم والنظرة الثقيلة. تيست سكت شوية وبان على عينه التعب، بس قرر يقول الحقيقة أخيرا. أنا مربوط بالقصر الملكي. جيسيل اتصدمت، ما كانتش متوقعة أبدا إن ده السبب مهما سرح خيالها. تيست حكى لها بهدوء عن الإمبراطور أولي وحد الشمال. كان عايز يسيطر على الكل ويمنع أي حرب مع الجيران. ربط روحه بالقصر عشان يراقب أي حد جواه، ومن يومها والعهد ده بيتورث لكل إمبراطور بعده. سر خطير يا جماعة. بصت له بتعجب
وهو كمل بصبر. باختصار المكان ده ملكي وتحت سيطرتي. جيسل كانت مذهولة ومش لاقية كلام تقوله. قالت له بمرارة: ما كنتش أعرف أبدا. هو عذرها لأن السر ده للوريث بس، وقالها إن طاقته أقوى من كل اللي قبله. شرح لها بمنتهى البساطة إنه بيقدر يتلاعب بذكريات أي حد دخل القصر، يعني بيمسح دماغهم بمنتهى السهولة. جيسل اتخضت من كلامه، حست بصداع ومش مصدقة إن ده صاحب عمرها. ليه بيتكلم عن حياة الناس كأنها ولا حاجة؟ فهمت كل حاجة. ما حدش يتكلم عن تغيير شكله لأنه مسح ذكريات كل النبلاء اللي حضروا حفلة تتويجه. تيس هز رأسه بمكر ومدحها: برافو، ذكية طول عمره. بس جيسل كانت بتترعش من التفكير في قوته المرعبة. بدأت تقلق بجد. كيف لقوة إمبراطور ميت تفضل مستمرة للأجيال؟ أكيد فيه لعبة سوداء في الموضوع. قررت تذاكر سحر أكتر عشان تفهم، وفجأة افتكرت حاجة مش منطقية. لحظة، ليه ذاكرتي أنا بس اللي ما تمسحتش؟ رد عليها بسرعة: عشان أنت نصك جنية. سحر أبناء الضوء بيضرب في سحر العائلة الملكية، عشان كده ما اشتغلش عليها. سألته بفضول: مش خايف؟ رد عليها بمنتهى البرود: خايف من إيه؟ الواد ده أعصابه تلج. قربت منه بتحد وهددته: هفضح لعبتك للكل وأقول إنك مخادع. وحطت إيدها على صدره وهي بترسم الدور عليه. بصت لوشه اللي كله براءة مزيفة، كأنه هيعيط في أي لحظة. حست بوجع قلب، بس كمان كانت مقهورة منه. كان نفسها تضايقه وتنتقم لنفسها ولو شوية. 14 سنة سابها لوحدها، ده ظلم بجد. قبل ما تأخذ خطوة، تيس قالها بهدوء: مستحيل تعملي كده فيا جيسيل. كان واثق فيها بشكل ملفز. مسك إيدها بحنان وقال: محدش معايا غيرك، ومحدش في صفي غيرك أنت. الكلام ده لمس قلبها بجد. حط إيدها على خده برقة. جيسيل اتهزت من جواها ومن مشاعره اللي كانت حقيقية ودافئة جدا. لحظات وفاقت. شدت إيدها بقوة وقالت لنفسها بمرارة: أيوه، كنت دايما معاك، بس كفاية بقى. انفجرت فيه: فاكر إني هشوفك اتغيرت كده وأسكت؟ ومن غير ما تسمع رده لفت وشها وقررت تمشي. خافت ست جدا وحاول يوقفها، بس كان خايف يلمسها غصب عنها. استني يا جيسيل، أنا غلطان، ما تمشيشي. قالها بيأس: مش أنتي قلتي إن شكلي عجبك؟ بلاش تمشي. بس هي كانت خلاص وصلت للباب وقلبها حجر. حاول يهددها بإعدام ليلي، بس جيسل ما همهاش. قرفت من أسلوب التهديد اللي بيعمله كل شوية. قلب الدراما لحزن وسأل بصوت مكسور: أنت كمان كرهتي تغييري؟ نفس نبرة الطفولة اللي بتكسر مقاديفها. ضغطت على أعصابها عشان ما تضعفش، وخرجت وهي بتقول برسمية: نتقابل بعدين يا صاحب الجلالة. قفلت الباب وسندت ظهرها عليه وهي منهارة، وهو من وراء الباب بينادي اسمها بوجع يقطع القلب. كل حاجة بقت ثقيلة عليها. نفسها تقول له: أنا مش كارهة شكلك، أنا بس محتاجة وقت أستوعب اللي بيحصل. قالت بصوت قوي رغم الألم: الأحسن نبعد شوية. ومشيت وسابته وراها لوحده في كسرة نفسه. ليست كان بيسمع خطواتها وهي بتبعد كأنها سكاكين في قلبه. دموعه نزلت وهو بيهمس: لو مشيتي هتجننه. جيسل جريت بعيد عشان قلبها ما يحنش تاني، بس كلامه كان لسه بيرن في ودنها: أنت كمان كرهتي تغييري. كلمة كمان دي هي اللي جننتها، يعني فيه حد تاني جرحه وقال له الكلام ده. قلبها وجعها أكتر وهي بتسأل نفسها بحيرة: مين اللي وصل حال صاحبي للدرجة دي؟ دايما كنت جنبه،
لما بتفتكر بيجي في بالها شكله زمان طفل أشقر بيعيط كل شوية، وأول ما يشوفها يجري عليها زي الباب الصغير وينادي اسمها بفرحة. جيسيل، خلينا مع بعض دايما. كان بيلزق فيها ومش بيتكسف خالص، بيضحك ويقول إنه مبسوط إنهم في نفس فصل السحر. بس جيسيل كانت عارفة الحقيقة، ضحته وقالت إنه هو اللي صمم يجي معاها رغم إنها كانت بين ملامحها باردة، بس جواها كانت عارفة إن دي فرصة عمرها تتعلم على إيد كبير السحرة. تيست كان بيمثل البراءة، يسند راسه على كتفها ويتمسكن. أي حاجة تحبيها أنا بحبها. هي كانت بتتضايق بس في سرها كانت مطمنة ليه جدا، ثابته يعمل اللي هو عايزه بسبب ثقتي دي. افتكرت لما شافت كبير السحرة لأول مرة من 14 سنة. أول كلمة قالتها كانت رسمية ومؤدبة آخر حاجة: أهلا يا سيدي، أنا جيسيل من عائلة هاجيان. كانت كيوت ورقيقة أوي قدامه، بس كل ده كان تمثيل. جواها كانت بتقيم كل حركة بيعملها العجوز ده. رسمت ملامح البراءة على وشها عشان تخمه، بس في نفسها كانت بتقول ده بقى أقوى ساحر، يعني هو اللي هيعرف يرجعني عالمي تاني. خافت لحسن يكشف سرها ويعرف إنها مش من العالم ده وإنها متجسدة. فضلت متوترة وبتبص له بقلق، خايفة حقيقتها تبان قدامه. بس العكس هو اللي حصل. العجوز ضحك وقال إنها فعلا آنسة رقيقة زي ما الأمير قال. تيست لما سمع كده طار من الفرحة أكثر منها، فضل يتفاخر بيها ويقول للساحر جيسيل ذكية وأجمل وأطيب بنت في الدنيا. ومن كتر حماسه راح صرخ بكل فخر وقال كلمتي صدمت الكل: إيه هتتجوزني لما نكبر؟ فجأة الجو برد وجيسيل حست برعشة. المكان كله اتقلب بعد الكلمة اللي ملهاش لازمة تدي، والخدمة ملامحهم اتخطفت. جيسيل كانت هتموت من الكسوف قدام خدم الملكة. نسيت له بغيظ: مش قلت لك بلاش الكلام ده؟ بس تيست عمل نفسه مظلوم وبريء زي العادة. إيه بس ما حدش سامعنا. بصلها بنظرة تقطع القلب، بس في ثانية نظرته اتحولت لتلج وبصل الخدم اللي وراه بغل وسألهم: مش كده ولا إيه؟ النظرة دي كانت ترعب. الخدم جسمهم نفض من الخوف وردوا بأدب وهم بيترعشوا: بعد إذنك يا مولاي، نستأذن إحنا. وهربوا فوراً. جيسل استغربت حركتهم، بس تيست شغلها بسرعة: يلا نقرأ كتاب مع بعض. والساحر بدأ الدرس بضحكة وقال: طيب نبدأ حصتنا بقى. بدأوا الدرس والساحر فضل يرغي عن السحر وإن أصله هو المانع. جيسيل كانت مركزة جدا، بس تيست ده كان في عالم تاني خالص. كان قاعد مسحور بيبص لجمال جيسيل ومش سامع حاجة. الساحر كمل شرح إن المانا هي طاقة الحياة، وفضل يقول مصطلحات معقدة كتير. بس جيسيل الدحيحة كانت فهمته كل حرف وعمالة تدور في الكتب على سر معين. فجأة رفعت إيدها وقالت: عندي سؤال يا حكيم. الساحر انبهر بيها وسألها باهتمام. جيسيل ما ضيعتش وقت وسألته: تعرف قصة الملاكة وحطاب جبلونا؟ قبل ما الساحر يرد تستنط في الكلام: أنا عارفها. جيسيل حست إن الأساطير دي وراها حقيقة. سألت الساحر: يعني عالم السماء والأرض لمكانين مختلفين صح؟ كان عندها أمل إن الملاك انتقلت بين العوالم زي ما هي انتقلت هنا. وبدون مقدمات سألت: فيه طريقة للسفر بين العوالم؟ عينيها كانت مليانة شغف وفضول ومنتظرة إجابة تشفي غليلها. الساحر اندهش وقال: ذكي. جيسيل كانت بتدعي بينها وبين نفسها إنه يكون عارف. فضل يشرح بهدوء إن الجبل ده مليان مانا جدا، واستخدمنا المانا دي ممكن فعلا نفتح بوابة لعالم تاني. جيسيل كانت طايرة من الفرحة. أخيرا لقيت طريقة للرجوع. قامت تسأل عن التفاصيل، بس الساحر كمل بأسف: بس للأسف محدش يعرف إزاي نفتح الباب ده.
هنا جيسيل اتصدمت وكل آملها اتهدت في لحظة. فلت قبضة إيدها بغل وسألته: ليه كده؟ الساحر رد ببساطة: إن اللي يقدر يعمل كده هو ملاك بس البشر مستحيل يعرفوا السر ده. الدنيا اسودت في عين جيسيل، قعدت مكسورة وبتقول لنفسها: كنت فاكرة إني خلاص لقيت الطريق. تيست لما شافها زعلانة بدأ يقلق عليها. الساحر قال إن الجبل للسهل لغز وممكن يكون فيه ممر، بس اللي عرفه مش بشر، لازم يكون تنين أسطوري أو حتى شيطان. فجأة تيست سأل بحماس: طيب والآخ مثلا؟ الأعمال الشيطانية تعرف؟ جيسيل اتفاجئت من سؤاله، بس الساحر اتضايق جدا ووشه اتقلب. يا مولاي بلاش الكلام المنحوس ده، الشياطين كائنات شريرة بتغوي البشر. الساحر فضل يوبخه، بس تيست كان بيطبطب على جيسيل بحنان عشان يواسيها. جه الليل وجيسيل كانت في أوضتها بتقرأ كتاب، وجنبها تيست نايم على السرير بكل برادة وبيقول: النوم في أوضتك له طعم تاني خالص. جيسيل قصت له بقرف: ما أنت اللي لزقت لي؟ وركبت العربية بالعافية وراحت ضرباه بالكتاب على دماغه. لو المالكة زعقت لك ماليش دعوة، رد عليها ببجاحة: كنت تيجي تباتي عندي في القصر وخلاص. جيسيل تنهدت بتعب: القصر ده بيخنقني، مش بعرف أنام فيه أصلا. تيست مسح مناخيره اللي اتضربت وقال بكل صدق: عشان انت طيبة أوي يا جيسي، القصر كله ظلام وانت الوحيدة اللي منورت فيه. وقبل لا تفهم كلامه، أول ما تيت سمع الكلمة دي نط وسأل عن الشياطين. دوسيل اتصدمت وبقت براقة، وهو مكمل رخامة وبيسأل الماجيكيشيان عنهم. بس المرة دي كبير ماسك شي. الراجل وشه اتقلب وقعد يزعق: يا سمو الأمير، إيه الألفاظ المنحوسة دي؟ الشياطين دول شر ماشي على الأرض، بيغوا البني آدمين بكلامهم المسموم. تيتا طنش كل المواعظ دي وراح جنب دوسيل يطبطب عليها بحنية كأنه بيطمنها، وهو أصلا مش فاهم هي بيدور في دماغها إيه. والمساجه بقى واللعب بدأ. قصر عيلة جيل. دوسيل قاعدة على السرير المريح بتقرأ، وجنبها تيتو أبو شعر ذهبي مترمي بكل برود وبيدلع، وقعد يغني ويقول: ياه النومة في أوضتك تشرح القلب. دوسيل ردت بمنتهى البرود: أنت اللي لزقت لي وجيت وراي غصبة لما كنت هركب العربية. وبدأت تتعصب منه ومن برادته اللي ملهاش حدود. راحت رزعاه بالكتاب على دماغه وهددته: لو المالكة هزأت كماليش دعوة. بس الواد بجح وقالها: ما هو لو كنت نمتي في القصر عندي ما كانش حصل كل ده. دوسيل اتقفلت وقالت بتنهيدة طويلة: أنا بس بدخل القصر بحس إني مخنوقة، أنام فيه إزاي؟ تيتو صعبت عليه نفسه وقعد يهرش مناخيره اللي اتخبطت وقال بمنتهى الإخلاص: ده عشان أنت طيبة زيادة. القصر ده مكان ضلمة وكئيب وأنت النور الوحيد اللي فيه. دوسيل انبلمت ومش فاهمة هو قصده إيه، بس هو كمل بمراهقة: يا بنتي ده دخل فيها شمال. قال لها: تتجوزيني؟ وباسها على غفلة. الولد طلع جريء وكسوف في نفس الوقت، استخبى تحت البطانية مكسوف، بس الفرحة مش سيعة، وهي يا عيني وقفة مذهولة مش عارفة تنطق كلمة بعد إلى اللي حصل. بتقول في سرها: إيه الواد الدلوع المتعب ده؟ وفجأة إيد الصغيرة طلعت من تحت اللحاف ومسكت إيدها بكل قوة. لها: ما تخافيش، أي حاجة تطلبيها هنفذها. قلبها رق وبقت مكسوفة بدل ما كانت متعصبة من تصرفاته المفاجئة. عملت نفسها مش عاجبها بس نامت جنبه بحنية وشكرته من قلبها على كل كلمة حلوة قالها تطمنها. بتقول لروحها: أنا كمان بحب مشاعرك. وفجأة الحلم انقلب كابوس ورجعت لذكريات حياتها القديمة المرة. صوت دكاترة ومستشفى، واحد سرقها وطعنها والدم في كل حتة، والوضع كان كارثي في غرفة العمليات. شافت مامتها وهي منهارة فوق جثتها الغرقانة دم.
بتترجاها ما تسيبها كده. مشهد يقطع القلب بجد. نفسها تعتذر لأمها بس مش قادرة، وفجأة حست بجسمها بيتكسر ميتو حتة. وجع ما يتوصفش يا جماعة. كانت بتصرخ وتطلب النجدة، وفي وسط اليأس ده سمعت صوت حد بينادي عليها من بعيد. جيسيل فوقي. تحت عينها لقت بطلنا تيت وشه مخطوف عليها من القلق. ندهت اسمه بلهفة وقلبه بيدق. لقت الواد نايم فوقها. قالت له إيه يا ابني إلى اللي بتعمله ده؟ انزل. فنزل وهو مكسوف خالص ومتلخبط. بتعدل شعرها وهي بتنفخ، وهو بيحلف لها إنه كان بيصحيها بس عشان كانت بتصوت وبتتألم في الحلم. قالت له ماشي يا سيدي. قلب وشه وبوز زي العيال الصغيرة. شكله كان عسل قوي وهو بيدافع عن نفسه. قالها كنتي بتصوتي من الوجع. هي سكتت وافتكرت وجع السكينة إلى اللي لسه حاسة به في قلبها لدلوقتي. بتقول لروحها من ساعة ما اتولدت هنا والكوابيس دي مش سيباني. لحظة موتها بتتعادي كل يوم. مسكت في البطانية جامد وبتحاول تبان قوية، بس الرعب كان واكل قلبها من جوه ومخبيه. حاسة إنها غريبة عن العالم ده، والكوابيس لعنة بتسحبها لورا. تستغرب وسألها بتقولي إيه؟ فاقت من سرحانها وخبت، وهو وشه قلب طماطم وقال لها أيوة كنت عاوز أبوسك عشان بحبك. هربت من كلامه الرومانسي وقالت له يلا نفطر. وفعلا نزلوا الصالة الفخمة في قصر الضوء. السفرة كانت ملوكي، وقبل ما يمدوا إيدهم سمعت صوت عالي بينادي عليها بكل حماس وفرحة. أميتين لينة القمر شالتها وفضلت تدلع فيها، وجيسيل بتقول لها براحة يا ما إيدك جامدة قوي. ضحكت وقالت لها ما أنا جنية يا روحي، وباستها وقالت يا ريتك تنامي في حضني كل يوم. الدوق ميلينا وصل وحط إيده على كتف مامي. جيسيل شافته طوق نجاة وصرخت بابا حبيبي أنقذني. الدوق قالها اهدي يا هانم في أمير قاعد. مامي انتبهت لتيت وقالت يا نهار أبيض نسيت الأمير. الواد تيتم مؤدب قوي. سلم عليها وبدأوا كلهم ياكلوا في جو عائلي رايق. وآخر شياكة الكل بياكل ببرستيج، بس جيسيل لمحت تيتي إيده بتترعش وهو بيحاول يقطع اللحمة. الواد كان بيعاني، كان بيوشوش نفسه صباعي واجعني قوي. بس جيسيل ودنها موسيقية وسمعت كل كلمة قالها. بدلت طبقها بطبقه وبكل حنية مسكت إيده وسألته أنت تعورت تاني يا تيت؟ يا عيني على الرقة. الواد ثبت من نظرتها ومامي مسبتها كده. وقعت شكلك وقعت يا جيسيل وقلبك حن للأمير. نكرت بسرعة وهي محمرة وقالت لا طبعا، بس بينها وبين نفسها صعبان عليها وجعه وبس. مامي استغربت حساسيتها الزيادة، بس جيسيل كانت في دنيا تانية بتفتكر حياتها القديمة إلى اللي كانت سودة. أهلها دلوقتي زي الفل، بس زمان باباها رماهم ومامي كانت غلبانة وتعبانة بسببه. حياة تقرف. مامتها كانت بتموت بس بتضحك وتقول لها أنا معاكي يا بنتي وهعوضك. كانت بطلة بجد. عرفت إنها بتهتم بالتيت عشان بيفكرها بمامتها الغلبانة، عاوزة تحميه من الوجع وخلاص. شايفاه انتيت النسخة من مامتها. بيبكوا بسرعة بس بيضحكوا في عز الوجع. وده وجع قلبها. قلقانة على مامتها هناك. يا ترى بتتعالج ولا حصل لها حاجة وحشة بعد ما سبتها؟ التفكير هيموتها. أهلها هنا عندهم كل حاجة، بس مامتها هناك ملها غيرها. لازم ترجع عشان الكابوس ده ينتهي. افتكرت كلام الساحر عن جبل جاسان وإنه ممكن يكون باب لعالم تاني. الأمل رجع لها تاني. سألت مامتها يا ماما مش الجنات أقرب للعوالم التانية؟ مفيش سكة نعدي منها لهناك؟ مامي اتصدمت من السؤال، بس جيسيل خلاص نوت والوقت بيجري والعد التنازلي بدأ. مامي سكت وفضلت تفكر في كلام بنتها.
يا ترى وراها سر إيه بالتدي؟ ماميتها بتسألها باستغراب، انتي ليه مهتمة بعالم تاني يا جيسي؟ جيسل سكتت وما ردتش، كانت مترددة تقول الحقيقة لأهلها رغم إنهم هيساعدوها، بس قلبها ما طوعهاش تزعلهم. هي بتحبهم جدا وعارفة إنهم بيعشقوها، فما حبتش تجرحهم وتقول إنها رافضة تعيش معهم، فكذبت وقالت إنها سمعت معلوماتي من الماجي الكبير بس مش فهماها. فقلت ماما أكيد هتفهمني لأنها الروح الوحيدة في العاصمة. ماميتها ضحكت بسعادة وقالت لجوزها، سامع يا أبو العيال، بنتي بتفتخر بي قدام الكل، يا خراشي على الطعامة. جيسل حست بتأنيب ضمير بس ما لقيتش حل تاني. ماميتها رغم فرحتها بس بصت لها بنظرة فيها أسف وقالت، للأسف يا نور عيني ما قدرش أقول لك أي سر عن العالم التاني. جيسل اتصدمت، ليه بس؟ مش ماما من عالم الجن؟ ماميتها صممت إنده سر محدش يعرفه، وجيسيل فضلت محتارة وبتسأل نفسها سر إيه ده كمان؟ الماما شرحت لها إن الأرواح اللي بتعيش مع البشر بيكون فيه بينهم عهد بيمنعهم يتكلموا عن أسرار عالمهم. هنا جيسيل فهمت ليه مش لاقية أي معلومة رغم تدويرها. ده نظام أمان لحماية العالم ده. جيسيل ما سكتش وسألت، يعني ده عهد مع الآلهة؟ هو مين اللي عمل كده؟ أنا سمعت إن في إلهنا في القارة. بس ماميتها اتحرجت وقالت، معرفش يا بنتي التفاصيل دي. جيسل بصت للأرض بيأس، وكان باين على وشها إن غير أمل لها ضاع وتبخر في الهواء. بعد الأكل جريت على المكتبة زي المجنونة، وتيست كان بيجري وراها مرعوب عليها وبيحاول، اهدي يا جيسيل، مش كده يا بنتي، روحك حتروح. هي مش سامعاه أصلا، وكانت عمالة تقلب في الكتب وترميها بيأس. ليه مفيش حاجة؟ أنا متأكدة إني شفت كتاب كده. كانت متوترة لأقصى درجة، تيست كان هيعيط من خوفه عليها، وفجأة صرخت بفرحة، أيوة لقيته. فتحوا الكتاب سوا يدوروا عن أي معلومة عن الآلهة والعهود السرية دي. الأسطورة بتقول إن إله النور لوتي وإله الظلام هم اللي عملوا عهد الأرواح. لوت هو اللي بنى القارة وحمى البشر من وسوسة الشياطين والأشرار، بس مع الوقت الآلهة اختفت والعالم اتقسم لناس مؤمنة وناس لا، وبسبب الاختلاف ده قامت حروب طاحنة وما بتنتهيش أبدا ما بين الصديق والعدو. جيسل اتصدمت، بس كده فين باقي القصة؟ لقيت باقي الكتاب كله عن انتصارات الإمبراطورية الشمالية على الجنوبية من أيام أول إمبراطور. حاجة تخنق فعلا. قالت لنفسها، الشمال ما عندهمش دين رسمي بس بيؤمنوا بلوت. كنت فاكرة إني هلاقي معلومات أكتر من كده، بس للأسف الواقعي صدمني. اترميت على الأرض من كتر الإحباط، كل حاجة بتمشي عكس ما أنا عايزة. تيست كان جنبها طول اليوم، نام جنبها برقة وقال، انتي غريبة أو ينهاردة يا جيسيل. جيسيل ما ردتش وقالت له بلؤم، انت مش ناوي ترجع القصر بقى؟ تيست فهم إنها بتطرده بشياكة، بس هو تنح ومصمم يفضل جنبها. لا، قاعدة شوية. جيسيل بصت لوشه البريء وسألته، انت بتحبني للدرجة دي؟ تيست عيونه لمعت وتحمس جدا وهز راسه، أيوة طبعا، بموت فيكي، خلينا نعيش مع بعض. بابا، وما قالوا إني ممكن اتجوز بنت ناس محترمة؟ كان بيتكلم ببراءة وتخيلات لطيفة، وكان فرحان جدا بالفكرة. جيسل نطت من مكانها متنرفزة، بس يا ابني إياك تقول كده قدام حد. تيست تستغرب، ليه؟ هي عارفة إن الملكة مخططة لمستقبله بعيدة عنها خالص. قالت في سرها، يا ربي على البراءة اللي بتشل، هو مش فاهم ألعاب السياسة. بس ما حبيتيش تكسر خاطره بكلام قاسي، فحاولت تلاقي عذر منطقي. الجواز ده لما تكبر يا تيست، لما تعدي 20 مثلا. تيست تتخض، 20 سنة؟
ده كتير وأي كان محتار ومش فاهم ليه لازم يستنى كل ده. جيسيل حبت تقفل الموضوع ونطقت مواصفات فتى أحلامها اللي مش موجودة فيه، بس شافت ملامحه اتغيرت لحزن يقطع القلب. ليست قاطعها. عارف، فتى أحلامك مش بيعيط وبيعرف يعمل ماجي، وشعره لون السماء بالليل وعيونه سوداء، صح ولا أنا غلطان؟ ردت عليه ببرود يجمد. مذاكر كويس يا سمو الأمير. كانت عايزة تصده علشان ما تدخلش نفسها في مشاكل القصر، وتيست كان وشه كله خيبة أمل. تيست مسك طرف فستان جيسيل بانكسار وقال لها: بس أنا شعري أصفر وعيوني زرقاء، ما فيش أمل تغيري ذوقك. كانوا بيبصوا لها بدموع مليت عيونه. جيسيل نفضت إيده بقسوة. من أول ما عيطت يبقى بوظت كل حاجة، وأنا مش هغير مواصفاتي أبدا. كانت ناوية تنهي الموضوع بشكل حاسم. ليست مسك إيدها بقوة وترجاها: طب ممكن تحبيني؟ أنا ممكن أجيب لك كل الكتب والمجوهرات اللي تحبيها، وهتلبسي أشيك لبس في العالم. كان متعلق بأي قشة علشان توافق، بس رد جيسيل خلاه ينفجر في العياط. مشاعره كانت صادقة، بس هي كانت مصممة على رأيها. تيست، الموضوع مش بالعافية، ومش كل حاجتي هتتغير لو صممت. تيست حس إنها غلطة واعتذر لها بخوف لتزعل منه أكتر وتسيبه. جيسيل ما زعلتش، بس قالت له بهدوء: يلا بقى اتفضل ارجع القصر، الدنيا ليلة خالص. كانت عايزة تنفرد بنفسها وبأفكارها. تيست ما ردش وفضل واقف مكانه وقافل إيده بقوة بكلام مش مسموع. جيسيل استغربت وبصت له. بتقول إيه يا تيستا؟ سمعني كده. جوه دماغ تيست كان بيقول: مش هسيبك، مش همشي. بس بمجرد ما نادته رجع لشكله البريء اللي ما يتخيلش منه أي أذى وتمسكن عليها. طلب منها تمسك إيده وهم ماشيين. جيسيل مسكت إيده بحنية وهو بيفكر في سره: طيب تكدين مش كفاية ليا، أنا عايز قلبك كله يا جيسيل. فضل باصص لإيديهم اللي ماسكة بعض وبيفكر يخليها تحبه إزاي. وفجأة نروح لمشهد تاني خالص. مبارزة سيوف تحبس الأنفاس. جيسيل بتتدرب مع البارون وإير، وتيست كالعادة قاعد يشجعها بجنون: عاش يا بطلة، انتي أشطر واحدة في العالم فعلا. كان مبهور بيها. البارون ورا كان بيبص لها بفخر وقال: تعالي نرتاح شوية يا آنسة، مسكتك للسيف ممتازة. هو انتي تدربتي قبل كده فعلا؟ تيست جري عليها وبكل اهتمام مسح لها عرقها بالفوطة. وقبل ما جيسيل ترد على البارون سمعوا صوتا نادى عليها من وراء. جيسيل. طلع إيثير صاحب طفولتها، قال لها بفرحة: علشان ما جتيش التدريب النهاردة قلت أجي أدور عليك بنفسي. إزيك يا بارون؟ جيسيل اتفاجئت ودها نسيت تبلغه. في اللحظة دي تيست مسك هدوم جيسيل بغيرة قاتلة. كان باين إنه مش طايق الولد ده خالص. إيثير ما أخدش باله وفضل يحذر: أتاريكي بتكسبيني دايما، بتاخدي دروس سرية من البارون من ورايا يا مكارة. كان بيكلم بعفوية. جيسيل ردت بكل ثقة: لا، انت اللي ضعيف بس يا إيثير. إيثير اتصدم من صراحتها، وتيست ملامحه بقت تخوف من كتر الغيرة اللي ولعت في قلبه. تخيلوا يا جماعة، راح يسلم على البرنس بكل ذوق، لقاه بيزعق فيه وبيطرده. طبعا تيت ما سكتش ومسكه من زوره. خناقة شوارع حرفيا. إيثر المستفز بيقول له: امشي جيسيل معايا الليلة. هب تيت راح مديه قلم على وشه صدم الكل. الحرس جريوا يلحقوا الملكة لا يقع. الخناقة ولعت. تيتو بيصرخ: اطرديه يا جيسيل. بس جيسيل راحت للتاني تطمن عليه: يا عيني على القهر والظلم. جيسيل مهتمة بإيثر، وتيتو دموعه نازلة النار. بيقول لنفسه: أنا كمان مجروح، ليه مشاعري ملها كرامة عندك. الحب بيوجع يا ناس. جيسيل محتارة، وتيت تملكه بقى يرعب.
كأنه عايز يعزلها عن الدنيا كلها. جيسيل افتكرت كل حركاته التوكسيكة القديمة، افتكرت لما كان بيمنعها تتكلم مع أي حد في الحفلات. حب امتلاك مش طبيعي، وبسببه سمعة أهلها بقت على كل لسان. الناس بقت تقول أهلها بيستغلوها عشان يقربوا من العرش، كلام زي السم، وكله نفسنا على مكانة عائلة جيسيل عند الإمبراطور. بيقول الملك معمول له غسيل مخ وتيتا لازق فيها ولا همه، وجيسيل طيبة بيتهيأ لها إنه بس تعلق صحاب مش أكتر. كانت شايفاه طفل فبتطيب خاطره بمشاعر بريئة. ما تخافش، هتفضل أهم صديق لي. طبعا هي في وادي وهو في وادي تاني خالص. فرح بكلامها وحلف إنه بيعشقها. الأيام عدت وتيتو كبر ودخل مرحلة البلوغ، وهنا الحكاية اتحولت 180 درجة. تيتو اختفى فجأة. الناس بقت تسأل فين البرنس؟ طلع تعبان مش قادر يخرج بسبب آلام النمو الجسدي الفظيعة. جيسيل قلبه كلها عليه، بس هو رفض حتى تزوره من كتر الوجع. البعد خلى جيسيل حزينة ومطفية. ما باين عليها الشوق يا خواتي. أمها قفشتها وسألتها زعلت عشاني ما شفتش تي. جيسيل توترت وعملت حجة السحر، بس مين يصدق؟ القلب مكشوف. أمها قالتها طب روحي اتدربي مع إيثر، ولمحت للخطوبة كمان. جيسيل تصدمت. إيثر مرة واحدة؟ ده الحوار كبر. الأب شرق في الميت من الصدمة. الأم شايفة إن الخطوبة هي الحل الوحيد عشان جيسيل تبعد عن مشاكل الملك وجنانه. الأم قالت مش مهم الإشاعات، بس إحساسي كجنية بي يقول لي الملك ده خطر على بنتي، حاسة إن فيه حاجة مش مضبوطة. جيسيل فكرت خطوبة ممكن فعلا ده يخلي تي يهدى ويبطل يتحكم فيها، بس القرار مش سهل أبدا. قالت لأمها لا مش هرتبط بحد. جيسيل عايزة تفضل حرة لأنها عارفة إن مكانها مش هنا وهترجع لعالمها في يوم. قررت تبعد عن أي علاقة عميقة عشان محدش ينجرح لما تمشي. شايفين التضحية؟ بس يا ترى القدر رأيه إيه؟ طمنت أهلها تيتو ده زي أخويا الصغير، بس يا حرام الكلام ده بقى مالوش لازمة لما شافت تيت بعد ما كبر وبقى وحش. تيتو رجع بعد غيبة وبقى طويلا ووسيما لدرجة تخض. جيسيل اتخضت وما عرفتش تنطق. هو ده نفس الولد المفعوس. جيت تحني راسها رسميا. راح ماسكها وقال بنعومة ما فيش حرس، اعتبريني تيتا بس. النظرة في عينه كانت كفيلة تدوب الحجر. مسك إيدها بحنية وقال خليكي طبيعية معايا، رسمياتك دي بتكسر قلبي. الكلام طالع كله حب وسحر، الرومانسية واللعب. وفجأة باس إيدها. جيسيل تثبتت مكانها وعينه الزرقاء كانت مليانة شوق مجنون. ما قدرتش تبعده عنها خالص. وشها بقى طماطم من الكسوف. تيتو راح لامس وشها وبيهزر إيه ده احمريتي ليه؟ جيسيل فاقت وزعقت فيه بارتباك. بقت تتلألئ في الكلام وتقول أنا بس بتوتر في القصر. عملت نفسها زعلانة عشان تداري دقات قلبها اللي مفضوحة. قال لها ما تخافيش، أنا هغير قوانين الإمبراطورية كلها عشانك، هتدخلي وتخرجي براحتي، أنا سندك وأمانك يا جيسيل. استغربت هتعمل كده إزاي؟ دي قوانين دولة. رد بمنتهى الغموض ده سر، بس اصبري علي شوية. الحكاية إن ست بنغزة غريبة. روح الجنية اللي جواها بقت تقول لها فيه حاجة غلط. الولد ده بقى غامض ومريب زيادة. بعدها اختفى تاني وقعد في قصره، وظهرت وحوش في الحدود قلبت الدنيا. الأيام جريت ونسيوا كل التحذيرات. عيد ميلاد تيت قرب، ومعاه قرب موعد طرد عيلة جيسيل. 35 يوم فاضلين بس على الكارثة. الأعصاب مشدودة. الحفلة كانت أسطورية والزحمة تموت. الكل جه عشان يشوفوا الملكة بعدما خف ويحاولوا يتقربوا للعيلة المالكة. عيلة جيسيل دخلت والنميمة اشتغلت. الناس بيبصوا لفستانها اللي هدية من الملك وبيتفرموا من الغيرة والنفسنة. بيقولوا هي اللي عالجت الملك،
جيسيل كانت هتطرقع من الزهق، عايزة الحفلة تخلص وترجع بيتهم بقى. وفجأة طلعت بنت قمر اسمها إيجين. الإشاعات قالت إنها العروسة المختارة للبرنس، هي دي المنافسة يا فوزية. الأمر الملكي صدر، كله يسكت. الإمبراطور والملكة دخلوا، والقاعة بقت تتهز من الهيبة. الكل وطى راسه احتراما. الملك دلع المالكة قدام الكل وشكرها على الحفلة. جيسيل استغربت، لسه بيحبها كده رغم المشاكل؟ عيلة مجنونة حرفيا. جيسيل بدأت تدور بعينها على تيت، بقالها كتير وما شافتوش، وقلبها بدأ يدق لوحده من غير ما تحس. شافته بس كان شاحب وباين عليه التعب. عينهم جت في عين بعض، النظرة كان فيها 1000 كلمة وحكاية. تيتو كان هيطير من الفرحة وعايز يجري عليها، بس أمه المالكة مسكته. اعقل يا واد، البرستيج أهم، الناس بتتفرج. وما هموش وقال أنا مش عايز غير جيسيل. طبعا الناس بدأت تتغمغم وتشتم في عيلة جيسيل. الحقد مال المكان، قالوا ليه هي بالذات؟ الملك بقى محتاز ليها كده ليه؟ جيسيل واقفة وسامعت كل القرف ده ومش عارفة تعملوا إيه. يا جماعة شوفوا الكلام، السم اللي بيتقال. العيلة كلها مصدومة في جيسيل، وإذا يقدروا يثبتوا ولي العهد بالطريقة دي. حقيقة منظرهم بقى وحش قوي. جيسيل كانت هتفرقع من الغيظ، وكل الأكابر كانوا بيبصوا عليها. أهلها حاولوا يهدوها وقالوا لها فكك يا بنتي، ما تشغليش بالك. بس جيسيل قررت تكون أقوى وما تجيبش مشاكل لعيلتها. راحت حنت راسها لولي العهد بكل رسمية وأدب، كأنها بترسم حدود. وطت راسها زي الكتاب ما بيقول، وتيتو كان مصدوم من برودها. هي كملت ولا كأنها شايفاه، وقالت له عيد ميلاد سعيد بمنتهى التناشف. إذا صوته كان مكسور وهو بيترجاها ما تعملوش كده، بس هي كانت ناوية تقطع معه أي عشم، وثابته واقف محتار في نظراتها الغريبة. الحفلة بدأت تزحم وجيسيل هربت في ركن بعيد. نفخت بضيق وقالت أوف بقى على قرف الرسميات والمنظرة الكذابة دي. افتكرت الموقف البايخ اللي حصل، ولولا تدخل الإمبراطور في الوقت المناسب كانت الليلة باظت خالص. بجد كان الموقف يكسف. بعدما الدنيا هديت، جيسيل راحت تدور على مكان هادي تتفرج منه على الناس، بعيد عن عيون الفضوليين اللي ما بيتعبوش. كانت بتبص لتيتا من بعيد وحست بذنب. هي عارفة إنها لازم تبعد، بس منظره وهو وحيد كسر قلبها، كأنه طفل تايه في وسط زحمة أفكارها. طلع لها إيثير بابتسامة مستفزة وقال لها إيه يا بنت الركنة دي، كل الناس هن عايزة تتكلم معك. جيسيل ردت بتهرب، ماليش مزاج للدوشة، روحا اتسلى معاهم. بس إيثير صمم يفضل معها، قال إيه جدعنا وصحاب. جيسيل ضحكت وقالت له جدعنا ولا عشان تتفرج على فرسان الملك. إيثير توتر وقال يا بنتي ده طموح، حلمي أكون فارس قد الدنيا. قال لها إنها فرصة عمره وما ينفعش يضيعها. جيسيل سألته بشك وطيب هم عرفوا مواهبك الخارقة دي إزاي عشان يعزموك؟ إيثير ما خباش عليها وقال لها بفخر ولي العهد بنفسه هو اللي طلب أجي. جيسيل اتصدمت، تيتو هو اللي عمل كده. إيثير كان فرح بنفسه وقال أكيد عرفوا مقداري. جيسيل حست بغيرة وغيظ منها، بس سكتت وما حبتش تكسفه. بعدين إيثير قال بنبرة جد بس تيتو دايما تعبان ومهما خد أدوية ما بيتحسنش. جيسيل خبطته في دماغه من كتر ما هو رغاي. إيثير صوت من الوجع وكل الموجودين بصوا عليهم، وتيتا كان متاقبهم بنظرات كلها غيرة ونار وكأنه هيولع في المكان. جيسيل خافت وتوترت وسألت إيثير هو بجد تعبان قوي كده؟ أنا افتكرته مجرد إرهاق بس. إيثير ما كانش عارف يرد يقول إيه. تيتو كان مضايق جدا وهم بيتكلموا،
وحس بنار بتاكل في قلبه. وفجأة الحفلة اتقلبت كابوس، وصوت الرعد زلزل المكان. الزجاج اتكسر والناس بدأت تصوت في كل حتة. تيتا وقع على الأرض فجأة، وكل الموجودين اتجننوا من الرعب والذعر. الإمبراطور جري على ابنه وشاله وهو مذعور، وأمر الكل يرجعوا القصر حالا. جيسيل كانت بتصرخ باسم تيت وهي هتموت من الخوف. الناس افتكروا إنه هجوم شياطين، وكل واحد جري يفدي عمره. أهل جيسيل خدوها بسرعة عشان يهربوا من الكارثة دي. جيسيل كانت بتعيط عشان تيت، بس باباها طمنها: ما تخافيش، الدكاترة هناك وهي يبقى زي الفل. بس كلام إيثير كان لسه بير في ودنها. بعد اليوم المشؤوم ده، الإمبراطور نفى عيلتها لمدينة بازين، وما شافتش تيتا لمدة سنة كاملة. ولما رجعت كل حاجة تغيرت، وفجأة صحيت جيسيل من ذكرياتها على صوت إيثير وهو بيسألها: سرحتي في إيه يا قمر؟ جيسيل بقت عروسة عندها سنة وزي القشطة. كانوا قاعدين في الجنينة بيدردشوا، وأوجين بدأت تنكش في إيثير عشان لماضي بتاعه. إيثير كان هيتجنن ويعرف جيسيل كانت بتفكر في إيه. أوجين هزأته وقالت له: ما تحشرش مناخيرك في أفكار الهوانم. إيثير تعصب وقال: انتي مالك يا ست أوجين، خليكي في حالك. الخناقة بدأت تسخن، وأوجين قالت له بطريقة: الفرسان ما علموكش الذوق مع البنات. إيثير بقمص: أنا وجيسيل صحاب من زمان. جيسيل صدعت من خناقهم وقالت بابتسامة: شكلكم بقيتوا سمنة على عسل في غيابي. الكل اتحرج وبدأوا يغيروا الموضوع بسرعة. إيثير سأل باستغراب: إزاي أنتوا الاتنين بقيتوا صحاب قوي كده؟ المفروض تكونوا أعداء عشان العرش والعيال. جيسيل وأوجين بصوا لبعض وضحكوا. الحكاية إن أوجين كانت بتبعت جوابات لجيسيل طول فترة النفي، وكانت هي الونيس الوحيد ليها. جيسيل شكرت أوجين من قلبها وقالت: لولا جواباتك كنت هموت من الزهق في النفي. وبصت لإيثير بلوم كأنه نسي صحبتهم. إيثير تصدم وقال: أنا خاين؟ والله كنت بموت من القلق عليكي، ولما الرسائل انقطعت كنت بسأل أوجين عنك كل شوية. أوجين كملت طريقة وقالت: أدي آخرة الجدعنة. جيسيل استغربت: طيب لو إيثير بعت رسائل راحت فين كلها؟ أوجين طمنت إيثير وقالت: ما تخافش، لا أنا ولا جيسيل عايزين نكون أميرات، إحنا أبسط من كده بكتير. وفجأة أوجين بصت لإيثير بنظرة كلها إعجاب وجرأة وخلته يتكسف ويسكت خالص. الموضوع بقى فيه مشاعر كبيرة. وبعدين افتكرت حاجة بايخة وقالت لجيسيل: أنا بجد بعتذر لك عن اللي عملته أختي ليلعاكي في أول يوم دراسة. جين كانت مكسوفة من تصرفات أختها الصغيرة، وقررت تصلح الغلط وتعتذر لجيسيل بنفسها عشان تصفي النفوس. يا جماعة، أوجين لسه شايلة في نفسها من إلى اللي حصل. نفخت ووضحت لإيثير: شوف بقى، أنا وجيسيل عمرنا ما كنا ضراير ولا حتى فهيانين في منصب ولي العهد ده خالص. لمست حلقها بدلع وابتسمت: أصلا اللي شاغل بالي هو أنت. وسندت إيدها وفضلت مثبتة عينها في عين إيثير بكل حب. يا نهار أبيض على الجرأة والشطشطة. إيثير معرفش ينطق كلمة من كتر الصدمة. القعدة بقت ملبوكة، وأوجين افتكرت حاجة تكسف مع جيسيل: إن بقى عندها أخت جديدة مكانها، وده خلى نظراتها تتغير وهي بتلف. بصت لجيسيل وقالت: أنا أسفة على اللي حصل في الكونسيوم. عرفت إن أختي ليلي قلد ذوقها معاك في أول يوم، وأنا مكسوفة وبعتذر لك نيابة عنها. دين بدأت تحكي وهي مخنوقة: أصل ليلي ده آخر العنقود وأهلي دلعوه زيادة، بس ما كنتش أتخيل إنه مستهتر للدرجة دي. جيسيل طبطبت عليها وقالت لها: ما تشيليش هم، ذنبك إيه أنتي. زين كملت:
الحقيقة أنا وأخويا ما شفناش ليلي من زمان. جيسيل اتفاجئت. أصلها فكرة ليلي لما كان صغير كان كتلة كسوف وخدوده دايما حمراء. ليلي دلوقتي مرمي في سجن القصر، وزين متأكدة إن أبوها هيجي يترجى جيسيل تتوسط له عند الملك عشان يعفو عنه. جيسيل تنحت لما سمعت كده. قالت لها: أنا مليش سلطة على حد. بس زين ردت بثقة: لا، الإمبراطور بيسمع كلامك أنت بالذات. طبعا كله فاكر إن فيه قصة حب أسطورية بينكم. جيسيل ضحكت بوجع: يا بنتي ده ما شفتوش من 14 سنة. زين استغربت: ده الناس كلها عارفة إن بينكم ميغة وعلاقة خاصة جدا وإنتو عيل. جيسيل سكتت وما عرفتش ترد. زين قالت: أحسن خليه يتربى وبطل منظرة. جيسيل هزت راسها: المرة دي هعديها عشانك، بس بعد كده هشوف وش تاني خالص. زين وافقت: معاكي حق، لازم يفوق لنفسه. ومع غروب الشمس قعدة الشاي الجامدة دي خلصت، وكل واحدة راحت لحل سبيلها. جيسيل ودعتهم وهي راجعة لبيتها. خطاويها كانت ثقيلة والقلق واضح جدا على وشها. كانت سرحانة في مليون حاجة وماشية وخلاص. فجأة لقيت نفسها وقفة قدام شجرة كبيرة. دي شجرة ميمين اللي أهلها زرعوها يوم ميلادها، واللي كانت دايما تلعب تحتها مع تيس. مدت إيدها تلمس الشجرة بحنين. كنت فاكرة إنها هتموت من غيري، بس لقيتها كبرت وبقت ملية مكانها. كل حاجة مهما تفكر حكرها بالماضي. الهوى هب وأوراق الشجرة وقعت قدامها. المنظر خلى قلبها يتقبض، كله ذكريات تقطع القلب. جيسيل غمضت عينها وهي مخنوقة. قالت بصوت واطي: مش قلنا نبعد شوية يا تيس؟ ما احتاجتش تلف، عرفت إنه واقف وراها. ريحته وحضوره مش ممكن تغلط فيهم أبدا. فجأة إيدين قوية حضنت خصرها. تيس قرب وهمس. ما قدرتش أبعد، ورمى راسه على كتفها زي الطفل التايه كأنه بيقولها: وحشتيني. جيسيل قالت له بنشافان: ما تجيش بيتي تاني. بس تيس عينه مليانة دموع: كنت باجي هنا دايما عشان أفتكره. انتي بقيتي تكرهيني للدرجة دي. تيس بدأ يلوم نفسه بتأثر: أنا غلطان، مستعد أعفو عن ليلي، بس أبوس إيدك ما تكرهينيش. جيسيل قلبها حن ومسحت دموعه برقة. قالت له: أنا ما بكرهكش، بس أنت دلوقتي إمبراطور، ما ينفعش تعيش حياتك زي زمان. وافتكرت الإشاعات اللي دمرت سمعة أهلها بسببه. جيسيل كانت بتكره كل حاجة بتتقل عليهم. تيس مسك إيدها بقوة: ما تخافيش، محدش هيقدر يقرب لك تاني. أنا بيني وبينك وعد رجالة. ضحك ضحكة حلوة وقال: هعمل كل اللي تطلبيه. منظره وهو بيعيط وبيضحك في نفس الوقت كان لخبطة مشاعر مجنونة. جيسيل اتصدمت. نفس النظرة ونفس التصرفات بتاعت زمان. تيس ما تغيرش ولا ثانية رغم كل 14 سنة اللي عدوا. ضحكت وقالت: خلاص فهمت، خلينا نرجع لتعاملنا بتاع زمان. وفي عز الغروب الساحر ده كانوا بيدلعوا على بعض بكل براءة. حذرته: إياك تعمل كده قدام الناس، وما تجيش البيت وعشان أهلي. تيس هز راسه وهو مبسوط زي الطفل المطيع اللي نل الرضا. ما قدرش يمسك نفسه وحضنها بقوة. جيسيل فتست، هموت، مش عارفة آخد نفسي. انت لسه لزقتي كده وبتتشعبط في يازي زمان. جيسيل سرحت. أخيرا رجعت بعد كل السنين دي. دلوقتي هركز بس في أبحاث السحر، مليش دعوة بأي حاجة تانية. سندت راسها على كتفه. ارتاحت لما لقيته بخير وأهلها رجعوا. بس تيس كان بيضمها أكتر كأنه بيقولها: مش هسيبك تمشي تاني. بس جيسيل بتاعتي هي فكرة إن كل حاجة زي ما هي،
بس نظر عينه ما بقتش بريئة خالص، فيه نار متدارية ورا الهدوء ده. قعدوا يدردشوا عن أيام السفر والتدريب على السيف والسحر. جيسيل حكت له كل اللي مرت بيه بمنتهى الحماس والفخر. قالت له إنها لقيت مدربين عظماء. تيس بص لها بنظرة كلها إعجاب. طول عمرك شاطرة ومالكيش زي، انتي أشطر ساحرة شفتها. سألته وانت كنت بيتعمل فيك ايه؟ بص لها بنظرة كلها شوق وسكت شوية، كان جواها كلام كتير مش عارف يبدأه منين. جيسل كانت شايلة منه لسنين، كانت فكرة إنه عايش في رغد وهي أهلها مطرودين ومتبهدلين من غير ذنب. بس بعد ما عرفت الحقيقة كل الزعل راح. عرفت إن أبوه حبسه في القصر ومنعه من الخروج تماما من يوم ميلاده. كان سجين زيها. القصر كان متقفل بالضبة والمفتاح، والمفاجأة إن المالكة خلفت ولد تاني. جيسيلو اتصدمت. تيس بقى ليه أخي نافسه؟ الزعل بقى شفق. تيس شاف أيام سودة في القصر عشان فيه منافس تاني للعرش، كان بيعاني في صمته ولوحده. أبوه وأمه كانوا ضده. تيس قلبي صوت مكسور. مهما كانت الدنيا صعبة، خيالك كان هو اللي بيصبرني عشان أكمل حياتي. جيسل سألت بعتاب طب لما بقيت ملك ليه استنيت سنة كاملة عشان ترجعني؟ انت مش عارف أنا تعبت قد إيه في الانتظار. تيس ابتسم بخبث ومسك إيدها. انتي كنتي مستنياني. وقرب من وشها جدا. النفس بقى واحد والجو ولع نار، كانوا خلاص هيبوسوا بعض. جيسيل اتكسفت ولفت وشها. لا، أنا قصدي كنت مستنية أهلي يرجعوا، مش حاجة تانية. تيس قال بس أنا اللي كنت مستني، وبدأ يلمس شعرها بحنان دوبها. جيسيل قلبها دق جامد وما عرفتش تهرب من عينيه. قال لها كل ليلة كنت بدعي ربي أشوفك، كنت بموت من غيرك. كلوا ساكتين وبيبصوا لبعض بنظرات كلها عشق وغرام. تيس لمس ودنها برقة. ودنك حمراء كده ليه؟ ده من الشمس ولا انتي مكسوفة؟ كان بيحاول يفك التوتر بينهم. تيس ضحك. وشك بقى طماطم، انتي حرانة ولا ايه؟ كان بيستهبل طبعا وعارف انه كسفها جدا. جيسل قامت محروقة. كله منك، بطل حركاتك الكيمياء دي، خليتني مش على بعضي وأعصابي تعبت. جيسل سند دقنه وضحك. ما إحنا طول عمرنا كده. جيسيل برطمت بكسوف. لا، دلوقتي الموضوع مختلف تماما عن زمان. جيسيل كده فجأة لمحت لمحة ذكاء. هو تيس كان بيلمسها كده دائما وهم صغيرين. طيب ليه الوقت قلبي بيق ومتوترة من حركاته؟ في حاجة مش طبيعية. وتيس بقى يسرع عامل فيها البريء وبيسألها في إيه مش طبيعي؟ جيسيل قالت في سرها ليه بيخليني أركز معه كده؟ يمكن عشان بقلنا فترة مش بنتقابل فالدنيا غريبة عليا. سرحت في الحوار كده وركزت. تيس كان مستمتع جدا بمنظرها وهو ماسك وشها وبيبتسم. قرب منها وهو بيلعب بأعصابها وقال ما تقلقيش يا حياتي. راح حاضنها من ظهرها جامد وبصوت هادي وكله دلع. قال لو مش متعودة هنفضل كده لحد ما تتعودي. جيسل لفت له وهي متغاظة. أنت هتبدأ صياعة تاني. تيس شافها كيوت أوي وهي متحسبة. أمرها تيجي تشوفه كتير بس هي رفضت. لو فضلت كده هاجي أشوفك إزاي بقى. وكملت أنا هبقى مشغولة جدا بأبحاث السحر دلوقتي، مش هقدر أشوفك لفترة. تيس اتصدم ومسك إيدها جامد وبصوت واثق باس باطن إيدها وقال لا هتيجي يا جيسيل، أنا متأكد إنك هتيجي. جيسيل كانت مذهولة من اللي بيعمله وكلامه اللي مش مفهوم. اللي جه وودعوا بعض عشان الناس والإشاعات اللي مش بيخلصوا. هي ماشية راجعة وضتها فضلت تفكر هاجي له فعلا يعني إيه كلامه ده؟ ليه بيختفي بعد ما يقول كلام يوتر كده؟ وصلت للباب واستغربت. ليه النور منور في الصالون دلوقتي؟
فتحت الباب ولقيت ضيف محدش عزمه، ما جاليش أي رسالة إن في حد جاي. مين ده اللي جاي في وقت زي ده؟ أول ما دخلت أبو لي جري عليها متحستر ومسك إيدها. آخ يا أميرة، الدوق باباها اتصدم. أنت بتعمل إيه يا هرفيس؟ جيسيل عرفت إنه الهرفيس ثاني. الهرفيس كان بيبص لها برجاء. أبوس إيدك ساعديني. جيسيل مش فاهمة حاجة، وبالعداوة اللي بين العيلتين خافت يكون جاي يعمل مشكلة. بصت لباباها، في إيه يا بابا؟ الهرفيس راح راكع وماسك في فستانها. أبوس رجلك أنقذي بنتي لي. جيسيل اتخض. قال لها بنته محبوسة بقلها أيام وممكن تموت. إزاي؟ باباها راح شادد الهرفيس لفوق. أنت بتعمل إيه يا راجل أنت؟ جيسيل كانت مصدومة من صدق كلامه وترجيه لها. جيسيل نفضت إيده ببرود. ما فيش سبب يخليني أعمل كده. ليلي غلطت في عيلتي وعشان كده اتحبست. أنا مجني عليها ودها أمر الإمبراطور. حبت يأدبه وترجع كرامة عيلتها لو جاي تطلب طلب. مش لازم تتبع الأصول وتحترم نفسك معايا. أنت مش عارف كده. الهرفيس كان مستعد يعمل أي حاجة عشان بنته. صح، كلامك صح. أنا غلطت، بس أبوس إيدك أنقذيها. هي طايشة بس متستاهلش الموت. جيسيل صدعت، مش فاهمة ليه بيقول موت. حتى لو الإمبراطور حابسها مش هيقتلها عشان تحالف النبلاء هيقلبوا الدنيا عليه. أكيد مش هيعمل كده. بس باباها رد عليها بكلام يخوف. يا بنتي، مفيش حاجة اسمها تحالف نبلاء دلوقتي خلاص. جيسيل اتصدمت لما عرفت إن الإمبراطور صفى أكتر من نصهم. افتكرت كلام إيثير بعد ما مسك الحكم. القصر بقى بحر دم. أبعدي عنه يا جيسيل لو تقدري. جيسيل جسمها قشعر. هو إيه اللي حصل في القصر وإحنا مش هنا؟ الدنيا اتشقلبت كده إزاي؟ بعد الدوشة اللي حصلت نص الليل الهرفيس مشي أخيرا والهدوء رجع. الدوق وبنته خدوا نفسهم بعد القلق ده كله. الدوق سند راسه بتعب. الحمد لله إن ابنه كان موجود وأكله فيه، وإلا كنت طلبت الحرس يرموه برا. جيسيل حست إنها محظوظة فعلا. لولا وجود نوت ابن الهرفيس كانت الدنيا. نوت أخذ أبوه بسرعة وهو بيقوله يلا يا بابا نمشي دلوقتي. الهرفيس كان بيعيط. يا نوت، الدوق وجيسيل سمعوا كل ده. نوت ركبوا أبوه العربية واعتذر ليهم جدا على اللي حصل، وبص لجيسيل بكل الجدية. أنا هوفي بوعدي وهرجع أشوفك تاني يا أميرة. نوت سلم عليها بكل شياكة ومشي. جيسيل حست إنه شبه وين هادي جدا، بس هي كان لازم تعرف حكاية التصفية دي إيه. يعني إيه مفيش نبلاء يا بابا؟ وإيه حكاية المذبحة دي؟ الدوق فضل يفكر يبدأ من مين، وحط إيده على دقنه وقال لما كنا في بازين في شوية نبلاء حاولوا يقلبوا الحكم على ولي العهد. جيسيل اتصدمت وهي بتسمع باباها كمل كلامه. بس بعد موت الدوق جانتا زعيم المعارضة الفرسان حلفوا يمين الولاء للبرنس وكل حاجة انتهت. جيسيل قالت في سرها يعني البطل صفاهم كلهم بمجرد ما مسك العرش. باباها هز راسه، كشف كل بلاويهم وصادر أملاكهم. حتى الناس قالوا إن في عيلتنا زمان كان حظ حلو عشان متجرناش في المصيبة دي. باباها قال لها إن الإمبراطور هدي بس الجو لسه مشدود. خلي بالك يا جيسيل كانت بتترعش بس خبت خوفها. حاضر يا بابا ما تقلقش. الصبح جه وقررت تروح القصر لتيس. بس أول ما وصلت الخادم قال لها جلالته في اجتماع دلوقتي، ممكن تستني هنا. جيسيل قعدت تستنى وهي قلقانة، كانت ناوية ما تروحش
بس لما عرفت حكاية المؤامرة خافت على تيس. بالنسبة لها تيس زي الوردة اللي فيها شو، كل الناس شايفينه طاغية ومجرم، بس ده عشان ما حدش عرف حقيقته غيرها. وكمان كانت عايزة تخلص حوار ليلي وتطمن عليه. فضلت تفكر وفجأة سمعت صوت جاي من السلم بينادي اسمها. بصت لقت تيس وهو بيضحك ضحكة كلها خب. مش قلت لك؟ نزل من على السلم بكل هيبة وفخامة وقرب منها وهو مبسوط جدا. قلت لك إنك هتيجي لي بنفسك. شافت هيبته في القصر اللي بيبرق ده وبدأوا يتكلموا. جيسيل سألته على طول: عملت إيه مع لي؟ مش لازم تعاقبها كده. تيس رد: غلطت فيكي ولازم تتربى، وكمان خليتك تقلقي، فأنا كده عايز أقتلها أصلا. جيسيل رفضت: لا، مش قلق عليها، دي بنت هرفيس صاحب بابا وعايزتها أرد جميل عيلتهم. تيس سكت شوية وبعدين قال بكل صياعة: طيب بوسيني لو عايزاني أعمل كده، بوسيني. بص في عيهنا بكل تملك ودلع وهو بيوقعها في شباكه. يا ترى هتعمل إيه؟ لو عملتي كده هسيبها تعيش. وفجأة حط إيده على كتفها وقرب من ودنها لدرجة تخلي الواحد يتثبت، وقال بهمس: بوسيني يا دوسيل. وقعد يحسس على كتفها برقة تدوب. نظرات تيت كانت غريبة ومريبة في اللحظة دي. دوسيل وقفت مصدومة ومش عارفة تعمل إيه، والجو بقى كله كهرباء ورومانسية فظيعة، والشفايف خلاص كانت هتلمس بعض. وفي عز اللحظة اللي تخلي القلب يدق طلعت ضحكة عالية. دوسيل كتمت بق تيت بإيدها بسرعة وهو بدأ يوشوشها بصوت واطي كله حسرة: